راحت اسراء بقى عملت حركه غريبه جدا يا الحاجه، قالت لك انا ابعت الحركه خرايط فيها اماكن الرهائن الموتى. ايوه يا حبيبي ايه لما تقولوا ده؟ طب لما انتوا عارفين اماكنهم ليه ما جبتوهمش بقالكم المده دي كلها؟ ما انتوا جوه القطاع اما تبرطع بصوا بقالكم قد ايه، وكانت حجتكم ان انتوا عايزين الرهاين وعايزين الناس اللي ماتت، وده يبقى ما يثبت لك ان حكايه الرهاين دي كانت حجه النتن عشان يكمل في حربه. وين بقى يا حبيبي انت وهو لازم نبص مع بعضينا على السبب الاعمق. صعب جدا يبقى عن النتن ان المرحله الثانيه تتم والهدنه تكمل والحرب توقف، لان ده لو حصل النتن هيلقى نفسه في خبر كان وهيلاقي نفسه قدام سلسله من القضايا اللي مش هتخلص، قضايا فساد كتير يا بقى على ودن متهم فيها البيه، ده غير كمان فشل اجهزه الامن وحكومه اسراء انها تحمي الامن القومي بتاعهم، فهيبقى في محاكمه للجيش والاجهزه كلها اللي عندهم، والشعب هيطلع يقول لهم ليه ما قدرتوش تحمونا يوم 7 اكتوبر؟ ما الناس دي مش هتسلمك رجابها بسهوله كده. ايوه ازاي يا عمده؟ ده ترامب بنفسه مضى على وثيقه وقف الحرب نهائي، واديهم يا حبيبي رجعوا يتلككوا، الناس دي لا ليهم كلمه ولا عهد، لان لو الحرب وقفت دول اول ناس هيتحبسوا، لانهم صرفوا مليارات وما حققوش اي مكاسب وما قدروش حتى يحافظوا على امنهم.